الوطن أغلى الأشياء والدفاع عنه واجب مقدس، وموضوعنا اليوم أيضا إنساني وطني يستحق أن نقف عنده. لاحظت شخص دا يركض، كانت الدورية مال نجدة رميت عليه طلقات، عثر وقع بالجسر الوسطية، ضربته على وجهه وقع، وأني قمت فوقه. ثواني صاح الله أكبر، ضرب نفسه ضربتين كان ينفجر. ضحى بروحه من أجل الوطن ومن أجل حماية الأبرياء ومنع الأذى عنهم، واعتبر العراق عائلته وأبناء الشعب أهله. أنا تعرف أنا مريض وجريح، وقدمت أغلى شيء ما عندي لهالوطن هذا. وراتب ما دا يكفي، لأنه علاج حيدر وصرف الأدوية كلها علينا. كتابنا وكتابكم معلومات تصدرت الموافقة والصرف. الصرف كان مأذين، يعني تأذيت بالصرف، يعني شوي عانيت. هذا اليوم مأساة حيدر بالروتين اللي شاهدناه، وزوجته تعاني روتين، هو يعاني أيضا معاناة كتابنا وكتابكم. أولا هو يعني هذه الحالات البطولية اللي تشوفيها حضرتك المشاهد الكريم هي مو فقط حيدر، وإنما عندنا عشرات مثل حيدر اللي يتصدوا للإرهاب بصدورهم. هم الشكر والتقدير والامتنان لهم لأن فدوا العراق بالفعل أجسادهم. حيدر كان ممكن يفتح نار على هذا الشخص بالمباشر، ولكن تعرفين بداية الوضع وازدحام الشارع، فحيدر تحرك باتجاه هذا الشخص بعد أن سقط على الأرض، صار بالضبط فوقه بالمباشر. نعم. فبعد ما كبر هذاك طريقتهم الكاثرة وضرب نفسه مثل ما ذكر هو مرتين، هذا الكلام موثق بالليثة، فعلا فجر نفسه. فلا نحن نحتاج هذا اليوم انه حب حقيقي لهذا الجهاز ويكون ايضا اختيار صحيح لمنتسبين الشرطه. فرزنا ما بين الانسان واشباه الانسان او شبه الانسان وكل الشخصيات السياسيه، هذا اليوم يكون حيدر وامثال حيدر هم المثل الاعلى لكل عراقي. فلذلك احنا مشروع استشهاد لهذا البلد ان شاء الله، ومنتسبي المنشآت الحيويه والشخصيات هم دائما في خدمه شعبهم وبلدهم، ومن الله التوفيق. نحاول نوصل صوت كل عراقي الى المسؤول. وبعدين صار سياره مفخخه، اشتغل عماله بالمصدر مال الكاظميه، كسر وتخشم وبلاتين تقريبا. بعدين بقيت اعالج بنفسي على حسابي الخاص. هذا مبلغ من المال، ونشكر حضورك الى استديو طيبة أهلنا. انا اشكركم. فتح على الباب اللي فتح لي. هذا مبلغ مالي من برنامج طيبة أهلنا لك حبيبتي. أشكرك ونشكر القناة على هذا المساعدة المالية، لأن هو مو قضية سياسية ولا لا في تنشيلها ولا تعني بقائد معين أو شخص. الوطن أعلى وأجمل، والتضحية من أجله مطلوبة من الجميع.